عايزك وانت نازل المواصلات الصبح افتكر اتق الله. انا عايزك تنزل جامعه ساحه الجامعه تشوف المناظر، اتق الله. انا عايزك تنزل الشغل بتاعك بكره، اتق الله. انا عايزك وانت قاعده قدام المرايه بكره بتعديل النقاب ولا الاسدال ولا الخمار ولا الحجاب بتاعك، افتكري اتق الله. انا عايز يا جماعه كلمه اتق الله نجيب ميكروفون ونحطها في ودنا وفي صدورنا ونمشي في الشارع، اتق الله عشان نتعالج. انا عايزك تفتكر نصيحه النبي، لا تفتح فانك ان تفتحه تلج. اوعى يا حبيب قلبي، اوعى. اعتزلوا الفتن يا جماعه، مش هتقدروا يا اخوانا، والله ما هنقدر ولا اتخن تخين. ما حدش كبير على الفتنه. كل الملتزمين اللي ضاعوا وكل اللي التزموا وانتكسوا وكل اللي ما التزموش كان بسبب ان هو بص على الاعلانات اللي في الشوارع، بص على البنات اللي ماشيه، بصت على الدنيا والابراج والشباب بص على القنوات، بص على الجرايد، بص على مواقع النت. ما قدرش. لازم نقدر يا شباب. طب انا مش قادر اعمل ايه؟ اصبر. مش قادر، اصبر. مش قادر، اديني حل عملي. اديك حل عملي. يعني اعمل ايه؟ حل عملي. ما تقوليش اصبر. يعني انت جاي لي الساعه 2 الظهر في رمضان بتقول لي انا هموت بالعطش والفجر والمغرب ما ادانش. اصبر. حل عملي. حل عملي. والله في حيطه جميله اهي الواحد يخبط راسه فيها دماغه تتفتح دمه ينزل يودوه المستشفى عما يخيطوه يكون المغرب ادن خلاص يفطر ويشرب. موضوع يعني ايه حل عملي؟ حل عملي ان احنا نصبر يا جماعه، ان احنا نصبر في عصر الفتن الرهيب اللي احنا عايشين فيه. مين هم اهل الاعراف؟ اهل الاعراف اللي حسناتهم تعادلت مع سيئاتهم. ليه؟ عارفين اهل الاعراف باللغه بتاعتنا هم مين؟ ساعه وساعه، بس بالمفهوم بتاعنا ساعه طاعه وساعه معصيه. هم دول اهل الاعراف. عارفين اهل الاعراف اللي وقفوا الوقفه الرهيبه ده ايه على جبل الاعراف واتخلع قلوبهم 1000 مره مع وجبات عذاب اهل النار؟ دول مين؟ عارفين دول مين؟ دول اللي عملوا حسنات بس عملوا كبائر عدلة الحسنات. دول اللي كانوا سايبين باب موارب بينهم وبين الفتن، وقعوا